الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت اللي اتولد من 430 سنة تقريبا. لو قابلت رينيه ديكارت في الشارع وسألته انت مين، بنسبة 99 هيبصلك ببرود ويقولك قبل ما اقولك انا مين لازم افكر كويس قوي. وهيقولك العبارة اللي دايما بيقولها حتى وهو نايم: انا افكر اذا انا موجود. طب عارفين حكاية شوال التفاح للفيلسوف ديكارت واللي بتدرس لحد دلوقتي في إدارة الوقت؟ تعالوا اقول لكم حكاية شوال التفاح لديكارت. كلنا عارفين ان الفلسفة من 400 سنة ما كانتش بتأكل عيش. عشان كده ديكارت بيقول ان قصة شوال التفاح مش قصته. القصة بتقول ان كان في راجل فقير. انا اشك ان ديكارت نفسه هو بطل القصة دي، ده بيني وبينكم، بس هو بينكر وبيلزقها في واحد فقير. ما علينا. بيقولك ان الراجل الفقير راح لصاحب مزرعة غني جدا. الراجل الغني حن عليه وعطاله شوال كبير ياكل منه هو وعيلته. الراجل الفقير طلع من بيت الراجل الغني واكتشف ان الشوال فيه تفاح، بس عشان الشوال كبير كان وزنه كبير جدا. الراجل الفقير قعد يستريح تحت شجرة بعد ما أجهد، وبدأ يشوف التفاح اللي في الشوال واكتشف انه اكتر من 3/4 تفاح فاسد. يعني هو كان شايل الحمل ده كله على كتفه وفي الاخر يطلع فاسد. فضل الراجل الفقير يرمي التفاح الفاسد ويسيب التفاح السليم لحد ما وصل ان يحط التفاح في سلة صغيرة جدا يقدر يشيلها وهو مستريح. وافتكر لما كان شايل الشوال التقيل وقال في نفسه ده انا كنت ما علينا. عادة الفلاسفة ما بيشتموش نفسهم ولانهم شايلين عالي شوية. القصة دي لو عدت عليا او عليك عادي ولا نستفيد منها بحاجة، لكن عندي رينيه ديكارت لا، الموضوع مش عادي. وخطرت له نظرية مهمة جدا اللي بتقول تخيل ان عندك سلة تفاح فيها تفاحتين بايظين، لو سيبناهم ايه اللي هيحصل؟ صح، هيبوظوا باقي التفاح السليم. ومش كده وبس، ده الحمل هيكون كبير وهيجهدني. ديكارت قال ان افكاري زي السلة دي فيها الصح وفيها الغلط. لو مشيت على اي فكرة غلط هبوظ دماغي كلها. الحل يا ديكارت، الحل نقلب السلة كلها على الارض ونمسك كل تفاح اللي هي فكرة يعني ونفحصها كويس، نرجع السليم ونرمي الفاسد. الموضوع كبر معاه وتعدى موضوع الافكار دي. قالك ان الاعمال اللي بنقوم بيها كل يوم فيها اعمال مهمة واعمال ملهاش لازمة. يعني نتعلم علم معين بدل ما نضيع وقت في التفاهات، وبدل ما نقضي وقتنا في الموبايل نعمل عمل مفيد ليا او لشغلي. حتى الهموم والذكريات الحزينة، في ذكريات مهمة وذكريات ما ناخدش منها غير وجع القلب. ذكريات الفاسدة يعني لازم نتخلص منها. ومن هنا طلعت إدارة الوقت اللي بتدرس في كل العلوم الإدارية لحد دلوقتي. يقولك الموضوع ده هام وعاجل أو هام وغير عاجل أو غير هام وعاجل أو غير هام وغير عاجل. الراجل ده كان سابق عصره فعلا، ابو الفلاسفه الحديثه. شابوه يا ديكارت. لو نظريه ديكارت عجبتك مش هقول لك اعمل اعجاب، لا هقول لك طبقها على نفسك، طبقها على افكارك واعمالك وذكرياتك وما تحملش نفسك فوق الطاقه. اقول لك كمان تقول النظريه دي لاصحابك عشان يعرفوا انك مثقف وتلمع بقى شويه يا اخي. سلام.